السلام عليكم. محمد صديق ليا كان بيحكي لي القصه بتاعته. بيقول لي من 20 سنه تقريبا، وهو عنده وقتها تقريبا 2.5 سنين، وكان اخوه الصغير وهو ده اخوه الوحيد عنده 6 شهور. للاسف في الوقت دوت والده عمل حادثه شديده شويه، بدا يتعالج بعدها فتره صغيره، وللاسف توفي بعدها. وللاسف ما كانش ليهم عائل، اصبح هو وامه واخوه الصغير بس. والدته بدات تصرف كل الفلوس اللي عندها عليه هو واخوه، ولكن مع مرور الوقت الفلوس خلصت، ملهاش اي مصدر رزق، بدات الامور تتازم جدا، حتى ان في واحد قال لها حضرتك انا سجلت البيانات بتاعتكم في الجمعيه الشرعيه بحيث ان حضرتك اول كل شهر هتروحي عندهم وهيدوا لك مبلغ صغير يساعدكم ان شاء الله. ولكن الست من عفافها هي لا، قالت لا، انا مش هشحت فلوس من حد، انا مش هاخد فلوس بالطريقه ديت. مرت الايام بعدها، ولما الامر بدا يتازم اكتر بدات تبيع في عفش البيت اللي عندها، لدرجه ان لم يتبقى اصلا داخل البيت الا الاساسيات بس. الموضوع ساء اكتر وتأزم اكتر، ولكن الست كان توكلها على الله وحده فقط، لان هي عارفه ان ربنا عز وجل هو الرزاق مش اي حد تاني. الامور بدات تسوء وسط ما هي في قمه الازمه. في يوم من الايام بتقول لقيت الباب بيخبط، ففتحت فلقيت مستجيب بيقول لها حضرتك فلانه الفلانيه؟ قالت له ايوه. قال لها حضرتك ليكوا جواب. استلمت الجواب، فتحته لقيت فيه مبلغ من المال. الغريب كمان انه كان بالدولار مش بالجنيه. فبدات تبص على الظرف من بره، فوجدت ان الظرف اصلا حد بعته لها من الامارات. استلمت الظرف فعليا وبدات تصرف الفلوس اللي جواه، لان ما فيش عندها مصدر تاني. مع مرور الوقت فوجئت ان الشهر اللي بعده في نفس اليوم جالها ظرف تاني فيه نفس المبلغ من المال، والشهر اللي بعده كذلك، والشهر اللي بعده كذلك. في الشهر الخامس قالت لا، انا مش هستلم الظرف ده، وفعلا رفضت ان هي تستلم الظرف. قالت انا مش هاخد فلوس من حد انا ما اعرفوش ومش عارف هو بيبعت الفلوس دي ليه، وردت الجواب فعلا. بعدها بايام، طبيعي ان لما الظرف هي رفضت تستلمه ورجع لصاحبه مره تانية، فلقيت التليفون عندهم بيرن. السلام عليكم. عليكم السلام، انا فلان الفلاني مدير اعمال فلان الفلاني اللي هو بيبعت لحضراتكم الظرف اول كل شهر. فقلت له لو سمحت انا مش هستلم فلوس غير لما اعرف ايه قصتك. قال لها ببساطه خالص، رجل الاعمال ده من اسرى اثرياء الامارات. الراجل دوت كان في رحله عمل في القاهره، وهو هناك حب يعمل خير، فقال انا عايز اكفل اصغر طفل يتيم مسجل في الجمعيه الشرعيه. وكان الطفل دوت اصغر طفل على مستوى الجمهوريه بالكامل هو اخوه الصغير اللي كان عنده 6 شهور. فعشان كده خد بياناتهم وبدا كل شهر يبعت لهم الظرف ده، وقال لها هو بيستاذن حضرتك انك تستلم الظرف بعد كده ان شاء الله، وهو مستمر معاكم باذن الله الى ان شاء الله. الظرف ده يا اخوانا فضل يوصل لهم بعد كده، محمد بيقول لي لغايه دلوقتي. لا، وبعد كده قدر فعلا، كان الوقت من وقت للتاني الراجل كان بيتصل بيهم، قدر ياخد نمرتهم وقال كنت بتصل بيه اقول له ارجوك لما حضرتك تيجي القاهره حضرتك بلغني عشان انا عايز اقابلك واشكرك. والراجل كان بيرفض تماما ان هو حتى يقابله، لانه عامل حاجه زي كده لله بس. لا، وقال له كمان مجرد ما تخلص كليتك بلغني وانا هجيبك تشتغل عندي هنا في الامارات في احدى المؤسسات بتاعتي. الشاهد من القصه يا اخوانا، الست دي لما توكلت على الله عز وجل فقط بس، مش اي حد تاني، الله عز وجل سخر لها واحد من اسرى الاثرياء. مش بس كده، لا ده كمان من بلد تانية خالص، ويجي في رحله عمل هنا. ويا ريت الامر كده وبس. الراجل ده لما حب حتى ان هو يعمل خير ما قالش، كان ممكن يتصدق، كان ممكن يقول انا اتصدق وخلاص، او هدفع اي مبلغ مال في اي مسجد، او نبني كذا او كذا. ما فكرش كده خلاص، قال انا عايز اكفل يتيم. وبرضه مش كده بس، قال انا عايز اكفل اصغر يتيم فيطلع اخوه. الست دي يا اخوانا لما توكلت على الله عز وجل، الله عز وجل سخر لها كل الامور ديت عشان يبعت لها المساعده ديت. هو كده، اذا كان توكلك على الله ثق تماما ان الله عز وجل هيسخر لك كل شيء يجي لك لغايه عندك كمان، لان الله عز وجل ما بينساش حد، وما كان ربك نسيا.